محمد رمضان، نيللي كريم، مندو العدل ومدحت العدل. برافو. وبخصوص ان عزير ومرعي البريمو نازلين في نفس الوقت في السينمات، فمين هيقدر يشد الجمهور؟ فانا ارشح وبقوه فيلم عزيرو. فبرافو تاني لكل طاقم عامل الفيلم، ويلا بينا على التفاصيل. فيلم عزيرو من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، تأليف دكتور مدحت العدل وإخراج لمحمد العدل الشهير بمندو. أنا كنت مترقب الفيلم ده بسبب العدل جروب، سواء إنتاج أو تأليف أو إخراج، والحقيقي إن الفيلم خرج في النهاية بشكل يليق، وكان فيلم جيد جدا ومن أفضل أفلام محمد رمضان، وأقولها بكل وضوح، وفوقان كويس له، وخصوصا بعد فيلم هارلي اللي كان ضعيف جدا كفيلم من وجهة نظري. قصة الفيلم بتتكلم عن حمزة الشهير بدراجون اللي فجأة بيتعب ابنه الوحيد تعب شديد جدا، واللي بيتصدم لما يعرف ان ابنه مريض بسرطان الدم، فبيحاول بأي طريقة يعالج ابنه، لكن بيلاقي ان العلاج غالي جدا، ولو استنى العلاج على نفقة الدولة فيكون ابنه مات، فبيقرر يبيع أعضائه علشان يقدر يعالج ابنه اللي ملوش غيره في الدنيا. فيا ترى هينجح في ده ولا لأ؟ ده بقى اللي هتشوفوه في الفيلم. قصة حقيقية لمعاناة آلاف الناس بجد، واللي الفيلم ورهم لنا في مشاهد سريعة وهم نايمين قدام المستشفيات الحكومية مستنيين دورهم في العلاج، وما قدامهمش غير الانتظار أو إنهم يبيعوا فعلا أعضائهم علشان يقدروا ينقذوا أهلهم من الموت البطيء. وكمان تعامل بعض الأفراد من الأطقم الطبية بالمستشفيات الحكومية باستهتار مع مشاعر الناس وألمهم. كمان ورانا الفيلم جشع القطاع الطبي الاستثماري، وازاي معظم القطاع ده ما يهمهوش في الحياة كلها الا الفلوس، تبيع بقى اعضائك تولع بجاز، المهم تدفع وتدفع كتير قوي علشان تتعالج. الفيلم ما كانش مجرد فيلم خفيف هتتفرج عليه وتعديه والسلام، لا، الفيلم قطع شريحة من المجتمع بالفعل وحب يوريها لك كاملة بسلبياتها بقى وايجابياتها، ودي شطارة دكتور مدحت العدل في كتابة الفيلم، وشطارة من مندو في إخراجه. انت هتشوف في الفيلم الجانب السلبي للمجتمع ككل، في القطاع الطبي الحكومي بقى أو الخاص، هتشوف ازاي يتكون من ألم الناس وضعفهم سمسرة يتجروا بأعضاء الناس دي. هتشوف كمان جوانب إيجابية مهمة لناس لسه في قلوبهم رحمة، زي دور نيللي كريم كله، اللي هي كمان من القطاع الطبي الحكومي، لكن على النقيض تماما لأي جوانب سلبية ظهرت في القطاع ده. جمانة مراد ودورها اللذيذ اللي بتقوم فيه بإدارة أوتيل صغير ورثته من جوزها اللي مات، ووقت ما الطفل بيحتاج سواء الاحتواء نفسي بتكون هي موجودة، أو كمان وقت ما بيحتاج لفلوس علشان العملية فبتبيع ذهبها كله علشان تساعد حمزة في فلوس العملية دي. كمان صاحب حمزة واللي قام بدوره الممثل إسلام إبراهيم، ازاي كان صاحب جدع دايما وفي ظهر حمزة، حتى لما حمزة قرر يمشي في سكة غلط علشان يلم فلوس عملية ابنه كان صاحبه مستمر بالنصح ليه لكن ممشيش معاه في الغلط ده، وكمان هيكون سبب مهم لتحول حياة حمزة في آخر الفيلم. ومش عاوز انسى الطفل اللي قام بدور ابن حمزة واللي اسمه منذر مهران، الواد كان اختيار موفق جدا، لانك هتحس فعلا ان ابنه محمد رمضان، شكله اسلوبه حركاته. كمان الموسيقى والأغاني في الفيلم كانت موفقة جدا وحلوة بجد، وطبيعي ان الموسيقى تكون مؤثرة وحلوة فعلا في الفيلم لانه وراها عبقري اسمه خالد القمار، اللي مع عمره الصغير عمل اعمال كتير مهمة وسمعنا منه كتير حاجات اثرت فينا كلنا. واغاني الفيلم كمان كلها حلوة جدا ومش محشورة في الفيلم وخلاص، لا، دي ماشية مع الفيلم علشان تحكي القصة، مجرد اغنية بنحطها علشان لازم نحط اغنية ولا اتنين في الفيلم. اداء بقى محمد رمضان طول الفيلم كان بجد حلو. انا شايف قدامي اب هيتجنن علشان يلم فلوس علاج ابنه باي طريقة، حتى لما بيضحك ويهزر مع ابنه اول ما يحس بان ابنه مش شايفه بنشوف احنا كسرة عينه ونفس حمزة على ابنه. فاقدر اقول ان الفيلم ده من احلى افلام محمد رمضان فعلا. كمان اداء نيللي كريم في الفيلم كان اداء راسي وثابت. نيللي فنانة جبارة وعارفة توزن مشاعرها في الفيلم كويس، وأدائها لازم أقول عليه إنه كان متزن طول الفيلم، ولا بتحسها مأفورة في مشهد ونايمة في المشهد التاني زي ما بنشوف مع فنانات تانية، ده لو ينفع نقول عليهم فنانات أصلا. في المجمل الفيلم جيد جدا، قصة كويسة وحبكة حلوة، ما حسيتش أبدا إن الفيلم فاكك من نفسه، بالعكس
انت شايف تفاصيل كتير حلوة ومترابطة. واشكر هنا دكتور مدحت على الكتابة الكويسة للفيلم. الموسيقى كويسة واستخدامها في الفيلم بيزيد درجة تأثرك فعلا بالمشاهد، وزي ما قلنا وراها عبقري اسمه خالد القمار. الأداء لرمضان ونيلي ومعظم أبطال الفيلم كان حلو ومفيهوش رخامة أو استظراف، بالعكس دول كانوا موفقين جدا. والإخراج لمحمد العدل كان حلو وكل حاجة، لكن أنا هنا عاوز أتكلم شوية عن محمد علشان أديله حقه. محمد أو مندو دايما بيكون له وجهة نظر في اختيار شخصيات أفلامه أو مسلسلاته ممكن نستغربها شوية. فمثلا هتلاقيه بيختار حد زي الكوميديان محمد ثروت علشان يخليه يقدم دور زي ده في مسلسل بين السماء والأرض، واللي كان دور صعب وكئيب جدا لكن نجح فيه ثروت بجد. كمان اختياره لكوميديان زي أحمد عيد اللي كلنا عارفين خفة دمه علشان يقدم دور شرير زي ده في مسلسل عملة نادرة وينجح فيه عيب بجدارة. فهنا أقول إن مندو العدل يستحق إنه يتقال عليه مخرج شاطر، ويستحق إن كنت أترقب الفيلم ده بسببه هو ودكتور مدحت، واللي مخيبوش ظني لأن الفيلم فعلا طلع حلو. فبرافو للمخرج مندو العدل. الفيلم أرشحه لكم أكيد علشان تتفرجوا عليه في السينمات. وتقييمي لفيلم عزيرو لمحمد رمضان هو 8/10. وسؤالي بقى للي شافوا الفيلم، هل ده أحسن فيلم لمحمد رمضان؟ ياريت تجاوبوني في الكومنتس. وبس كده، سلام.